سمعت يا دكتور ان زيت جوز الهند حلو وامور وكيوت، والدهون اللي فيه ما بتتحولش لدهون، بتتحول لطاقه او ما تتخزنش في الجسم. ليه بقى؟ حلو جدا. اشمعنى يعني؟ هو جوز الهند بيحتوي على كميه كبيره من الاحماض الدهنيه المتوسطه اللي اسمها الميديوم تشين ترايجليسرايد، اللي احنا قلنا في تقسيمتين حسب الطول بتتقسم لدهون طويله ودهون متوسطه ودهون قصيره. الدهون المتوسطه دي من احسن الدهون او من احسن الاحماض الدهنيه اللي بتخش الجسم بتتحرق وتديني طاقه، وما عندهاش قابليه عاليه خالص، او ممكن تقول ما بتخزنش خالص في جسمي. لكن برضو عايز اقول نقطه تانية، ان زيت جوز الهند هو كويس، بس ما ينفعش اسرف في اي حاجه، ما ينفعش اخد حاجه ابيوزنج كده او اخدها باستهتار او باخدها بكميات كبيره، لان برضو من محتوى الجوز الهند ان هو من الاحماض الدهنيه المشبعه، اللي هي ايه التقسيمه الثانيه اللي احنا قلنا عليها، في مشبع وغير مشبع. الجوز الهند من الاحماض الدهنيه المشبعه اللي برضو عندها قابليه عاليه للترسيب جوه الجسم. فبالتالي عايزين نقول نجمل الموضوع ان انت كل حاجه هتستخدمها بنسب معينه من غير تبذير او تقصير.